لقيت صاحبة أمي اللي جوزها مسافر. جيت عندنا وفجأة لقيت أمي بتقولي: خد يا واد يا علي، بقولك إيه، روح مع خالتك كده مشوار على بيتها علشان تعمل لها شوية حاجات. قلت لها ماشي ياما. خدت صاحبة أمي ومشينا ورحنا على بيتها، وأول ما دخلنا البيت لقيتها قالت: يا واد يا علي، اوعى تمشي من هنا، استنى أنا جيالك. وفجأة دخلت غيرت هدومها وخرجت وهي وحدانية خالص. استغربت وقلت لها: إيه يا خالتي اللي انتي عاملاه ده؟ قالت لي: جرى إيه يا واد، هو أنا لسه عملت حاجة؟ اسمع بقى أما أقولك. بصراحة كده يعني أنا وأمك كنا عايزينك في الموضوع ده، ومفيش حد غيرك هيعرف يعمله، ولعلمك أمك كمان عايزة تيجي. في الوقت ده بينتلها إني مش فاهم هم عايزيني في إيه، لكن بصراحة كان باين خالص هي عايزاني في إيه. واضح كده نفس الحاجة اللي جوزها بيحتاجها منها على طول. أصل أنا كنت بسمع أمي وهي قاعدة معاها وبيكلموا سوا على أبويا أو على جوزها، وكنت عارف يعني هم عايزين مني إيه بالظبط. المهم قلت لها: أنا مش فاهم حاجة خالص، إيه اللي انتوا عايزينه؟ قالت لي: طيب أنا هكلم أمك تيجي، ولما تيجي بقى نفهمك أكتر من كده. وفعلا اتصلت بأمي اللي جيت على طول، في ثواني كانت هنا. استغربت قوي أول ما لقيتها جاية. قالت لي: مالك يا وادي علي؟ قلت لها: يما هو انت عايزة ايه بالظبط؟ قالت لي: ما هي خالتك قالت لك. قلت لها: هي قالت لي، بس اللي قالته أنا مش فاهم منه أي حاجة. أنا إيه دخلني بموضوع سفر أبويا وجوزها؟ لقيت صاحبتها قربت مني وقالت لي: بص بقى، أنا عايزك تبقى مفتح كده ودماغك شغالة. انت يا واد خلاص، ده احنا بندور لك على عروسة. قلت لها: بتدوروا لي على عروسة؟ قالت لي: أيوة، أمال إيه؟ وبعدين يعني هو احنا مش لازم نعلمك كل حاجة ولا إيه؟ ولا انت هتفضل خايب كده على طول؟ قلت لها: لأ بقى، ده أنا لازم أفهم. أنا مش فاهم انتوا عايزين إيه. لقيت واحدة مسكت البنطلون والتانية مسكت التيشيرت، ولقيتهم وهما الاتنين كل واحدة بتاخد حاجة، ووقفت أنا قدامهم بالشكل ده. استغربت وقلت لهم: لأ بقى، انتوا كده في حاجة في دماغكم مش مظبوطة. لقيت أمي بتقولي: يا واد يا علي، اسمع وانت ساكت واعمل اللي احنا عايزينه وخلاص. قلت لها: يما بس يعني. قالت لي: ما تبسش يا منيلة، جرى ايه؟ ما انا عارفة كل حاجة. قلت لها: عارفة ايه؟ قالت لي: ما انا شفتك امبارح، ومرضتش اتكلم علشان يعني ما تفكرش ان انا مش واخدة بالي. لا، ده انا عارفة كل حاجة بتعملها كويس، ومن هنا ورايح مفيش أي حاجة هتعملها إلا قدامك. أيوة، وإنت كمان اللي هتساعدني. ها، قلت إيه يا واد؟ قلت لها: بس يعني. قالت لي: ما تبسشي وبقولك إيه، تعالى معايا. راحت واخداني من إيدي وقعدنا على الكنبة إحنا التلاتة، أنا قاعد في النص وأمي على يميني وصاحبتها على شمالي. وهما الاتنين بصراحة يا جماعة كانوا حلوين جدا، سواء أمي ولا صاحبتها. ده لدرجة إن لما ببقى ماشي معاهم في حتة الناس بتعكسهم، وأنا كنت مغلوب على أمري. الموضوع كان أقوى مني يا جماعة، وهما الاتنين كمان مش شوية. الموضوع ما كنتش عارف أعمل فيه إيه، وزي ما انتوا عارفين وجوازاتهم مسافرين، وقعدوا يتحايلوا عليا. وطبعا ده كله بسبب سفر جوازاتهم اللي كان بقاله أكتر من 12 سنة بيسافروا ويروحوا وييجوا، والوقت ده كان كافي إنه يعمل ليهم نسبة حرمان كبيرة جدا من حقوقهم الزوجية وشعورهم كستات. وأنا في اليوم ده عرفت إني أقدر أمشي. ما كنتش حابب إني أعمل حاجة زي كده ولا أضعف أكتر، لكن زي ما انتوا عارفين هم برضو ستات. اعذروني إذا كنت شاب في سني عنده 22 سنة بيقول الكلام ده، لكن أنا قربت منهم ومن حياتهم وعارف الحرمان اللي عندهم سببه إيه، ده غير اللي صاحبة أمي علمتهولي. وفي يوم من الأيام كنت في مشوار ورجعت على البيت، لقيت أمي وصاحبتها في الأوضة جوه بينضفوا البيت. وطبعا انتوا فاهمين هما بينضفوا ايه بالظبط، يعني بينضفوا الحاجات اللي كل ست بتنضفها. ولو عايزين تعرفوا ايه اللي كانوا بينضفوه بالظبط ابعتولي على الخاص، لأن هنا مش بعرف أقول كل حاجة بالتفصيل. دخلت الأوضة وكان أول مرة في حياتي أشوف صاحبة أمي وهي كده قدامي، ولقيت أمي قاعدة جنبها وبيضحكوا وجايبين حلاوة وبينضفوا. وطبعا أي واحدة بتعمل كده عشان جمالها. المهم دخلت أشوفهم بيتكلموا في إيه، ولقيت صاحبة أمي بتضرب أمي على كتفها وبتقول لها: يلا يا أختي، جوزك مش جاي.
راحت أمي ردت وقالت لها: يا بنتي اسكتي وسيبيني في حالي، أنا ما بقتش متحملة اللي بيحصل ده. أعمل إيه في الراجل ده؟ هيفضل سايبني كده كتير؟ بصراحة آخر ما هزهق هشوف لي حد من بره. راحت صاحبة أمي قالت لها: يا ولية اصبري، ما تبقيش مستعجلة، هتفضحينا. طبعا ده كله بيتكلموا براحتهم خالص، والدنيا إيزي، أصلهم فاكريني مش في البيت. وفضلت صاحبة أمي تضحك. راحت أمي قالت لها: هو أنت فاكراني بهزر؟ أنا ما عدتش متحملة الراجل ده أنا كل يوم يا اختي بقعد أحلم أحلام، ومن كترها بقوم على طول استحمى. تخيلوا انتوا شاب في سني وواقف على باب الأوضة وقدامه 2 ستات زي حتة القشطة جاهزين ومستويين، وبسمع كل ده. حط نفسك مكاني، هتعمل ايه؟ حاولت أعمل نفسي ما سمعتش حاجة ودخلت الأوضة. فجأة لقيت أمي اتخضت وقالت: إيه يا واد يا علي، أنت كنت فين؟ قلت لها كنت في الشغل، وبعدين خرجت مع أصحابي. قالت لي: أنت هنا من إمتى؟ قلت لها: أنا لسه جاي. لكن أمي كانت بتبص لصاحبتها اللي مش عارفة تمسك نفسها من الضحك. قلت لها: بتضحكوا على إيه؟ قالت لي: بس يا واد، ما ينفعش تدخل الأوضة كده، كان لازم تخبط، إحنا ستات وقاعدين واخدين راحتنا. وقلت لها: معلش يما. قالت لي: اطلع بره دلوقتي، أنا قاعدة مع خالتك. طلعت وقفت ورا البيب أسمع. لقيت أمي بتقول لصاحبتها: يا اختي لك خضيت. قالت لها: وأنا كمان اتفاجئت. طب ما تكلمي جوزك يرجع. قالت لها: كل ما أكلمه يتحجج بالفلوس والأقساط، وعايز أجوز علي، أعمل إيه؟ وراحت مخبطة على الحتة إياها وقالت: طب وده مين اللي يرضيه وهو زعلان قوي كده؟ قالت لها الصحبة: وريني كده. صحيح، ده باين عليه زعلان قوي. قالت لها: انتي بتهزري؟ قالت: مش بهزر، أنا حالي من حالك، ومحدش بيعرف ينام بالليل من كتر الشوق. وأنا واقف مش مصدق إن دي أمي. وفجأة صاحبتها قالت: أنا عندي فكرة، الواد علي ابنك بقى عنده 22 سنة، وبدل ما نجيب حد غريب نجيب علي، وأنا عايزاه معايا بأي طريقة. أمي قالت لها: يا ولية التمي، ده ابني مش هينفع خالص. قالت لها: ليه؟ ده بقى شاب. قالت لها: لأ، ده لسه صغير ومش فاهم حاجة، وبعدين ده تبلعيه يا ولية. وراحت أمي ضرباها وقالت: شيلي الفكرة دي من دماغك. الصحبة قالت: ما ينفعش غريب، والواد موجود وجاهز وراضي، انتي ايه مشكلتك؟ قالت لها: وعرفتي منين انه راضي؟ قالت لها: لو عرضنا عليه مش هيرفض، اكيد هيحب امه تبقى مبسوطة. وامي قالت لها: يا اختي، ده الواد ضعيف ومش هيقدر. قلت في بالي: ضعيف ايه يما، ده انا زي الحديد، بس انتي هاتيهالي. المهم لقيت امي ابتدت توافق. قلت بس اروح اتشطف واغير هدومي والبس الحتة اللي على الحبل. وفعلا خدت الحبة الزرقاء عشان الاتنين دول هيعجنوني، ولازم اكون جاهز، ده أنا الدنيا عندي بتخلص بسرعة، والزبادي بيخلص أوام، فكان لازم أستعد عشان صاحبة أمي ما تضحكش عليا. دخلت الأوضة ولقيت صاحبة أمي جاية ورايا، وفجأة أمي فتحت الباب وقالت: كده برضو يا ولية، ده أنا مأمنة عليك الواد. طبعا أنا عارف إن ده تمثيل قدامي. قالت الصحبة: بلاش الحركات دي، الواد وافق خلاص. وضحكت أمي وجيت قعدت جنبي، وابتدت تعمل زي ما أبويا بيعمل، وصاحبتها زي ما جوزها علمها، وأنا وسطهم مش قادرة أقول لكم إيه اللي حصل، حاجة ما تخطرش على بال حد. الحبة عملت شغل كبير، وبقينا كل يوم نكرر الموضوع ده. لكن بصراحة كنت حاسس إن اللي بيحصل غلط، فخدت بعضي وسافرت بره البلد. دلوقتي أمي بتتصل بيا وتقول لي ارجع، والموضوع مش هيتكرر، ما ينفعش تسيبني لوحدي، وأنا ماليش راجل. لكن أنا رافض أرجع، ومش عارف هبص في وشها إزاي. دي قصتي كاملة، وأنا عارف إني غلطت، بس مفيش حد بيتعلم ببلاش. تفتكروا أعمل إيه؟ هستنى تعليقاتكم.